حكايتي اه دي الصحفيه اهي. الصحفيه هي قاعده بتاكل العسليه وتقول اعرف حكايتك، وشكل كده يعني ايه مستغربه ازاي انت طلع مني الكلام ده. فهي يعني انا مش متعلم، انا اسمي صبري مش متعلم. خدت 5 كحكات في الابتدائي، في رابعه ابتدائي. زميلي خد 3 كحكات، قال لي اشمعنى انت تاخد 5 وانا اخد 3؟ طبعا ما ردتش عليه لان انا عارف ان انا معايا كحك، فمش هينفع اكلمه ان الكحكه معايا. حاولت اتعلم، سقطت في محو الاميه، فشلت في كل مراحل التعليم. وانا بتكلم مع ناس يعني كنت بدات نفسي اتكلم انجليزي وكده، فاول ما اتعلمت جود لك وايام هابي. فبقول للانسه ايام هابي، قالت لي ربنا يهببك كمان وكمان. بعد كده بقى بنات. انا منين؟ بلاش العنوان عشان ما حدش يعرف يجيبني. لا معلش، كونوا انتوا مباحث ولا حاجه. لا مش مباحث. لا صدقيني، عشان ما هيجيبوني. ممكن الكلام ده على فكره ده مش خايف. صلي على النبي، انا بهزر على فكره. انا من طلخه ومعروف اصلا، يعني الجهات الامنيه كلها عارفاني. ورحت امن الدوله وقلت لهم شاعر من اللي انا قلته ده، وقالوا انت بتسمع مين؟ قلت لهم بسمع الشيخ محمد حسان. قالوا الراجل ده كويس وخليك ماشي معاه، وانا ماشي مع الشيخ محمد حسان لغايه دلوقتي. احبائي يا ملء الفؤاد تحيه تجوز اليكم كل سد وعد، لقد شدني والله شوق اليكم مكلل بالحب والدعاء المشفق، وأركني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائب. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المآزق، فسدد الله الحق خطاكم وجنبكم في خفي المزالق. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار الثقى، قالوا تطرف جيلنا لما سمى قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، أو كان إرهابا جهاد نبينا صلى الله عليه وسلم. أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق؟ إن التطرف أن نذم محمدا صلى الله عليه وسلم والمقتدين به. إن التطرف وصمة في وجه من حولوا غزة إلى نار محرقة. شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الأجاج قد تمزق. ذلكم الجيل الجديد الموغل في القدم، الضارب في شعاب الزمان من لدن نوح عليه السلام. أتت هذه الكوكبة لتمشي على ذات الطريق، مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام، تشق الصخور والحجارة. نعم تتمزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الركب الكريم لا ينحني ولا ينسني، لأنه على ثقة بنهاية الطريق، إما النصر وإما الشهادة. العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. وفي رواية يتأخرون قرون. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تعبي الذنب والذنب وتخطئ الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب. أما نادى بك الموت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتغتال من اللهو. كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينصر العود ويمشي العظم كالرمل. فهيئ مركب السير ودع ما يعكب الطير، لذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح. فطوبا لفتى راح بآداب محمد. في واحد اسمه سلمان رشدي، واحد اسمه سلمان رشدي قال إن القرآن وحي من الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المفكرين والأدباء أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم قالوا يجب أن يناقش الفكر بالفكر. أي فكر هذا تريدون أن تناقشوه مع سلمان؟ يا من يأبى الله إلا أن يظهر حقدكم الدفين على الإسلام والمسلمين. وهذا أمر غريب، وهذا أمر عجيب في زمن الردة والبهتان. اكتب ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا سلمان. وارجم آيات الله ومزقها في كل لسان. لا تخشى الله ولا تطلب صفح الرحمن، فزمان الردة نعرفه بلا غفران. إن ضل القلب فلا تحزن، إن يسكن فيه الشيطان. لا تنس خيول أبي بكر أجهدها جبن الفرسان.
وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان، والناس تهرول في الطرقات يطاردها عبث الفئران، والباب العالي يحرسه بطش الطغيان، والأزهر يبكي أمجادا ويعيد حكايا ما قد كان. أسألك بربك يا سلمان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان، أو تسخر يوما من عيسى، أو تلقي مريم في النيران؟ فاكتب ما شئت ولا تخجل، ميعادك آت يا سلمان. دع باب المسجد يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان. فمحمد باق صلى الله عليه وسلم، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن.